السلام عليكم الخوت. اليوم غنديرو التحليل ديال قرعة دوري ابطال اوروبا. غنشوفو التوقعات، نديرو التوقعات ديالنا، شكون اللي غادي يتأهل ان شاء الله يا ربي، شكون اللي يقدر يربح، شكون اللي عنده نسبة الفوز اكثر. نشوفو نديرو التحليل ديالنا ونعطيو الاراء ديالنا، ونشوفو المحترفين المغاربه ديالنا كل واحد اش من طريق عنده، كل واحد واش قادر يوصل ولا لا. ان شاء الله يا ربي نديرو تحليل شامل عندكم هنا ان شاء الله يا ربي في قناة سبورت ماروك مع اخوكم شفيق بن طالب، ومرحبا بكم. ويلا نبداو. واخا نبداو بالماتش الاول، باريس سان جيرمان ليفربول. ماتش صعيب بزاف، ماتش غتكون فيه كرة، يكون فيه اثارة، فيه بزاف د الحوايج. غتفرجوا غتشوفوا غيكون واحد الماتش اللي قاصح تبارك الله، وغيكون ماتش ناضي. علاش؟ حيتاش باريس سان جيرمان حاليا فهاد اخر 15 ماتش الاخر كتقدم مباريات واعره، دايره ماتشات كبار. اخر ماتش تشامبيون ربحاتو ب7، بين الالي والروتور مشاو ب10. اوكي، ونشوف ديمبيلي متألق بزاف. عندك ديمبيلي، باركولا، حكيمي، فيتينيا، الدراري تبارك الله كلهم لاعبين، كلهم عاطين اداء زوين، قدمن اللي عليهم وداير اللي عليهم. وعندنا ليفربول بلا ما نهضروا، نتوما كيما كتشوفوا راه تأهلت، هي المتصدرة في الشامبيون، حاليا هي المتصدرة في الدوري الانجليزي. يعني كاين ليفربول، يعني راه لاعبة دايره اللي عليها. المهم غيكون واحد الماتش حارق، خصوصا صلاح متألق بزاف مؤخرا، يعني راه داير ماتشات كبار، هو الهداف ديال الدوري الانجليزي، هو احسن صانع العاب الدوري الانجليزي حاليا بالتمريرات الحاسمه، هو الاول. يعني غيكون واحد الماتش حارق بمعنى الكلمه، غيكون ماتش اللي غنتفرجوا فيه حنا كمشجعين كمشاهدين وغنستمتعوا به ان شاء الله يا ربي. الماتش الثاني عندنا كلوب بروج استون فيلا. كلوب بروج مفاجاه ديال الدور اللي قدرت تقصي اتلانتا اللي فريق عنيد، فريق قوي، ورغم ذلك قدرت تقصيه. ولكن ما تستهزئوش بها، كلوب بروج كتلعب مزيان، خصوصا معها شمس الدين طالبي مغربي ديالنا، خصنا نشجعوه، خصنا نكونوا معاه، خصنا نوقفوه معاه، وديما الدعم الدراري اللاعبين المغاربه، المحترفين المغاربه خصنا ندعموهم. علاش؟ كيشرفونا، كيهزوا الدرابو المغرب، يعني خصنا ديما نكونوا معاهم. استون فيلا في الشامبيون حذاري ثم حذاري، استون فيلا في الشامبيون كتلعب كره ومزيان، كدير ماتشات كبار، قدرت تأهل مع 8 الاولى، خصوصا عندها اوناي امري مدرب خطير في الاقصائيات، قدر يدير 4 ديال اليوروبا ليغ مؤخرا، دا 3 مع سيفيا، ودا وحده مع فيا ريال، وصل الفينال مع ارسنال، خسروا ضد تشيلسي. ديك ايام تشيلسي كانت واقفه، هازارد الى اخره، تشيلسي يعني كانت كره. اوكي، الماتش اللي كيتسناه كلشي، ماتش المصيري، ريال مدريد اتلتيكو مدريد، ماتش كبير، ديربي، اللي قلتي عليه غيكون ماتش حارق بمعنى الكلمه. الريال بقيادة مبامبي، فينيسيوس، رودريغو، برايم دياز، بيلينغهام الى اخره، دراري هجوم حارق بمعنى الكلمه. اتلتيكو مدريد بدييغو سيميوني هو الاول، لانه الخطه ديالو الدفاعيه دائما كيطبقها، خصوصا امام الريال كيقدر يوقفهم، كيقدر انه يدير ماتش كبير قدام الريال، ماشي اول مره، يعني ديما كيدير ماتشات كبار. عندك خوليان الفاريز، حذاري ثم حذاري، يقدر في اي لحظه يماركي عليك. غريزمان كذلك ومثال. اوبلاك الشبكه خطير بزاف، غادي يكون واحد ديربي حارق بمعنى الكلمه، ديربي لا يقبل القسمه على 2، يكون ديربي ناضي. التوقع الرابع عندنا بي اس في ارسنال، ماتش كبير، كنتمناو الصابري ديالنا انه يتأهل، محترفين المغاربه احنا ديما معاهم، ورغم ان الارسنال كتقدم اداء مزيان في الشامبيون، كتعطي اللي عليها، كدير اللي عليها، الا ان بي اس في ما تستهزئوش بها، راه قدرت تقصي جوفنتوس في الملحق ب3-1 في الصدار ديالها. المهم ماتش صعيب، احنا نتمناو الخير،
طلبوا التوفيق للصابري، الله يوفقه، نتمناه يدوز ان شاء الله للربع. لما لا. الماتش الخامس بينيفيكا برشلونة. الماتش هذا غادي يتعاود 5-4، ماتش كان حارق بمعنى الكلمة، غادي يتعاود مرة أخرى. غادي نشوفوا، هي نسبة التوقع راه باينة، برشلونة مأهلة، يعني الطريق أصلا سهل عند برشلونة، الطريق سهل بزاف. نتمناو تفرجوا غير في ماتشات يكونوا مزيانا، ماتشات كبار، لأن برشلونة مؤخرا كتقدم ماتشات اللي كيستمتع بها جميع الجماهير، ما معاهم حتى شي ملاعبي مغربي، لهذا غنكونوا حنا متفرجين. الماتش السادس دورتموند ليل. ليل فيها جوج مغاربة، فيها أسامة الصحراوي، فيها أيوب بوعدي، لاعبين مغاربة خصنا نكونوا معاهم. ماتش ما بيش لكلا الطرفين بجوج بهم شويش ناقصين، ولكن ليل ما تستهزئوش بها، ليل كدير ماتشات كبار في الشامبيون، ليل تقدر تخلق المفاجأة وتأهل على دورتموند. الماتش السابع عندنا باير ميونخ ضد باير ليفركوزن. ماتش خطير، كلاسيكو ألماني، ديربي ألماني، مهم غيكون ماتش كبير ان شاء الله، نتفرجوا فيه ونحكموا. معنا امين عدلي في ليفركوزن، كنتمناو له التوفيق، نتمناو يتأهل ان شاء الله، لما لا. هو الماتش الاخير فاينورد مع الانتر، فاينورد مع اسامه تيرغالين، خصنا نوقفوا معاه حتى هو ندعموه ونتمناو خير ماتش. نسبة الحظوظ كتكون باينة ان الانتر زايدة شوية، ولكن فاينورد ما تستهزئوش بها، لان فاينورد قدرت تقصي الميلان من ملحق باش دازت لعند الانتر، يعني الماتش غيكون كبير بزاف، نتمناو خير ان شاء الله. ودابا غنعطيكم التوقعات ديالي قناة سبورت ماروك. عندنا الماتش الاول باريس سان جيرمان ليفربول، التوقع ديالي باريس سان جيرمان. الماتش الثاني كلوب بروج استون فيلا، التوقع ديالي استون فيلا. الماتش الثالث الريال بدون كلام ريال مدريد. بي اس في ارسنال. برشلونة بينيفيكا، برشلونة باينة برشا. ليل دورتموند، ليل كنتوقع ليل هو اللي غيدوز للربع. باير ليفركوزن، كنتوقع ليفركوزن توز للربع. انتر فاينورد، انتر بطبيعة الحال. المهم هذه خلاصة ديال التوقعات ديالنا لدوري الابطال والماتشات وكيفاش غادي تلعبوا، ونعطيكم التاريخ فوقاش غادي تلعبوا، راه باين غادي تلعبوا الشهر الجاي ان شاء الله يا ربي. الماتشات الاولى 4 و5، والماتشات الثانيين 11 و12 الشهر، موراها الشهر وكل شهر يبقاو يلعبوا ان شاء الله. المهم انتم تشوفوها هنا في التصويره، تشوفوا التاريخ، تشوفوا كل شيء، ونتمنى تفرجوا في ماتشات كبار، نتمنى الدعم ديالكم، التفاعل ديالكم. قناة سبورت ماروك، والتوفيق للمغاربه. شحال عندنا من مغربي، عندنا حكيمي، صابيري، سيباري وهذاك عفوا، عندنا شمس الدين الطالبي، امين عدلي، اسامه الصحراوي، ايوب بوعدي، اسامه تيرغالين، هادو كاملين مشاركين في الشامبيون لحد الان. نتمنى لهم خير والتوفيق، ونتمناهم يكونوا معنا في ادوار متقدمه، ونزيدوا يشرفونا ويهزوا الدرابو ديال المغرب. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، والسلام عليكم. ما تنساوناش بالدعم، تفاعل، لايك، كومنتير، ومرحبا بكم عند خوكم شفيق بن طالب مره اخرى. شكرا بزاف، السلام.